السلام عليكم، أهلا بكم. هنعمل النهاردة فيديو مميز جدا جدا. هنعمل بسبوسة الحلواني باحترافية وتفاصيل أول مرة تعرفيها. لايك يا أجمل إخوات في الدنيا. البسبوسة من أجمل الحلويات الشرقية، طريقتها ومكوناتها بسيطة جدا، ولكن لها تكات لازم ناخد بالنا منها كويس قوي علشان تطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. شايفين مرملة ازاي؟ شاربة عسلها حلو قوي ما شاء الله، دايبة دوب يا بنات، جميلة جدا. واخدة طبقة مقرمشة خفيفة جدا كده من فوق ومن تحت، ومرملة كده من جوه. بإذن الله هتجربوا النتيجة جميلة جدا، هتطلع معاكي أحسن من أحسنها حلواني وعلى ضمانتي. أهم حاجة نمشي على الخطوات والتكات اللي هقولها لكم في الفيديو واحدة واحدة بنفس التفاصيل، وهتطلع معاكي بإذن الله ناجحة من أول مرة. عشان ما اطولش عليكم هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه هنحضرها الشربات بتاعها، بيكون خفيف. كوبايه سكر وكوبايتين ميه، معلقه عسل كلوكوز، عصير نص ليمونه، وظرف فانيليا. انا بحط كل المكونات دي على بعضها وادوبها على نار، هي ما بتدوبش الا على النار. بالراحه كده بقلبهم وتدوب على النار. اول ما تغلي بعديها اعد 7 دقايق بالظبط واطفي عليه. معانا هنا في مكونات البسبوسه نص كيلو دقيق سميد، اللي هو دقيق البسبوسه، انا بجيبه سايب، عليه رشه ملح، ظرفين فانيليا، كوب سمنه، كوب سمنه كامل وزنه 200 جرام، معلقه صغيره بيكنج باودر ممسوح، معلقه كبيره عسل كلوكوز، معلقتين كبار جوز هند مبشور، ومعانا كمان علبه زبادي وزنها 180 جرام، ومعانا 3/4 كوب سكر ونص كوب ميه. لو هستخدم لبن بودر بدل الزبادي هتبقى المية 3/4 كوب، وهنستغنى عن الزبادي ونحط معلقتين كبار لبن بودر. تمام يا بنات، انا ماشيه معاكم اهو واحده واحده، البنات الجديده اللي بتتعلم. الدقيق هحط عليه رشه الملح والفانيليا والبيكنج باودر وجوز الهند، وهقلبهم وهسيبهم دلوقتي، مش هضيف عليهم الزبادي دلوقتي. هحضر السوائل الاول. تمام، انا كده نزلت بالبيكنج باودر وجوز الهند ورشه الملح والفانيليا، هقلبهم واركنهم على جنب. هنا بقى هحضر السائل. هضيف 3/4 كوب السكر ونص كوب المية ومعلقة عسل الكلوكوز، وهرفعهم على النار، نار هادية. أول ما السكر يدوب وعسل الكلوكوز يدوب هتكون المية ملحقتش تسخن، هتكون المية دافية. اخد كوباية السمنة واحطها في السائل ده، هتدوب في المية الدافية. تمام يا بنات، لأن السكر وعسل الكلوكوز ما بيدوبش إلا بالحرارة. دي أسهل وأبسط طريقة ممكن تعملي بيها البسبوسة، بسبوسة الحلواني أو بسبوسة الشارع. بيعملوها بالطريقة دي وبتطلع ناجحة بسم الله ما شاء الله من ايديهم. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب جميعا. في الوقت ده السكر بيدوب على النار، انا هقلب الزبادي. انا ما ضفتش الزبادي في الاول لاني مش عايزة الزبادي تتشرب في العجين بزيادة، لا انا عايزة اقلبها كده وفي نفس الوقت انزل بالسائل على طول تدخل الفرن. البسبوسة ما بتاخدش وقت في التقليب، ما بتاخدش عجن. انا بقلبها في السريع كده عشان احافظ على حبيبات الدقيق بتاعها. البسبوسة مش بتتعجن يا بنات، بتتقلب فقط. انا هنا نزلت بالسمنة في المية اللي فيها سكر وعسل الجلوكوز، المية دافية، السمنة بتسيح زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. المية دافية، اهم حاجة تكون دافية. منزلش على الخليط العجين، خليط الدقيق والمية سخنة. حتى لو سخنت منك سيبيها لما تكون دافية، وانزلي بقى على خليط الدقيق وقلبي تقليبة في السريع كده، ما تطوليش في التقليب، البسبوسة بالذات. انا هنا بوريكم ان الحاجة دابت.
انا ما استخدمتش ايديا خالص، كله بالمعلقة. السمنة بلدي بتفرق قوي في الطعم. عايزة تحطي سمنة مخلوطة او زبدة على سمنة بلدي هيمشي، عايزة تحطي سمنة عادية من الاسواق، اهم حاجة اختاريها تكون ريحتها وطعمها حلو، لان ده بيفرق قوي في الطعم، وخاصة في الحلويات الشرقية. انا هنا ببل كف ايدي وبساوي الوش بتاعها، بسويها من فوق عشان تبقى شكلها حلو، يكون وشها ناعم. خلاص هي دخلت الفرن، قعدت بالظبط تلت ساعة، فرن متوسط الحرارة. طبعا الشربات كان اتعمل وبرد تماما. اول ما تخرج من الفرن اسقيها بالشربات واغطيها، لازم بعد ما اسقيها من الشربات اغطيها، وده سر نجاح البسبوسة. اول ما تبرد قطعيها يا حبيبتي وقدميها وبألف هنا. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم ما تنسوش الشير ولايك وكومنت. فضلا اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. في حفظ الله يا حبايبي، السلام عليكم.